يا هلا بالشباب، سلام عليكم. اليوم احيي عليكم بمقطع جديد وتفاصيل جديدة، واليوم راح احكي شغلات اول ما راح احكيها بالقناة. وهذا الفيديو انا قلت اسويه قبل شهرين ثلاثة، بس للامانة اجلت الموضوع. قلت حتى اتاقلم اكثر، ابقى فترة زيادة اكثر في المانيا، حتى من احكي التجربة مالتي وراح احكي هاي التفاصيل. اليوم راح اتطرق لها تكون اكثر مصداقية وطالعة من رحم المعاناة تقدر تقولون. زين، اليوم راح ندخل بتفاصيل. يعني شو اقول لكم، اول ما جيت لالمانيا شنو الشغلات اللي انصدمت بيها، شنو الشغلات اللي شفتها سلبيه وايجابيه. زين، من ناحيه الضرائب، من ناحيه البوستات، من ناحيه رواتب مال اوسبلد، وشلون الواحد هنا يقدر يعيش ويكون نفسه، ومن هاي التفاصيل. فاليوم شباب بهذا المقطع راح نتطرق لكل هاي التفاصيل، بحيث ما نخلي شيء ما نتطرق له. طبعا مثل ما تشوفون اليوم احد، زين انا بس لحد اصور، لان اليوم كئيب وما نعرف شلون نخلصه ونقضي عليه الا بالتصوير. شوف الاجواء هدوء، ماكو حد، الناس كلها نايمه، الناس ميته ما تعرفون. زين شوف هسه صح كلها تسمعني. زين بس اجواء حلوه هدوء ما التصوير. طبعا تدرون هنا الجو بالمانيا والله احر من العراق. هذاك الاسبوع اللي فات كانت عندنا موجه مال حر. هنا البيوت شباب ما بيها سبالت وتبريد وكذا. زين، وحتى لو بيها الناس ما تشغلها لان الضريبه مالتها عاليه، بالشهر يجي 1000 و2000 ما تعرف منين. زين، كله بسبب الضريبه مال الكهرباء، لان انت تشغل سبلت او هاي. فهنا من تجي موجه مال حر شباب تموت. زين، هنا الموجه مال حر مو مثل اللي بالعراق تلهيها بسبلي، تتلهيها بمبرده. هاي هنا ماكو، بس بنكه، والبنكه تذب سموم وحاره. فهذا شيء دمرنا يعني ذاك الاسبوع اللي فات يا يابا. اليوم الفكره مال المقطع راح تكون عكس كل المقاطع اللي نحكي بيها تفاصيل واحنا قاعدين. زين صح، انا من اقعد اخذ راحتي اكثر شيء بالتصوير بالافكار، تجينا افكار هوايه، بس يوم حبينا نغير الفكره ونحكي كل التفاصيل واحنا جاي نتمشى، حتى ما تشوفون الاجواء اللي وياي. بعرف الدنيا مشتعله اليوم، ما حد شباب، فول كآبه. اكثر يوم يكرهون الالمان واكرهه اني، من جيت بالعراق اكره هذا اليوم. ويوم الثلاثاء يوم غثيث ما ينبلع. المهم فهسه شباب على المنظر اللي وراي طبعا مدينتي. ويلي اسمع صوت السدود شباب، اسمع. زين فتشوفون هسه هذا الشارع. زين راح نتمشى بهذا الشارع واسولف لكم كل التفاصيل اللي عشتها لحظه بلحظه. من وصلت المانيا شنو الشغلات اللي انصدمت بيها. شباب اول شغله بالمانيا انصدمت بيها اول ما دخلت المانيا هي اللغه. يعني حرفيا بالذات، يعني انا قاعد بجنوب المانيا، هنا اللغه كلش تختلف. يعني شباب اول ما دخلت المانيا دخلت على ديسلدورف. فقبل لا اوصل للشخص اللي استقبلني سالت الموظفين يعني شلون اطلع منين اروح. هاي شباب هم يفتهمون علي ويجابوني. زين انا افتهم عليهم، بس مو كل الحكي افتهمه. يعني مثل يقول يطلع لا صفوني شو هذا، شلون عبالك هيك يحكي ياباني يحكي صيني، ما جاي افتهم على هذا ايش يقول بالضبط. بس الفكره مالته بفتهمها انا، يعني تروح من هنا وتجي لهنا. وصلت لكم الفكره. فشباب اول شيء انصدمت فيه بالمانيا اللغه. اللغه مو نفسها اللي انا درستها بالعراق. زين بعدين اكتشفت بعد، والله بعد المنظر يمه واو ما شاء الله. المهم شباب بعدين اكتشفت انه هنا بالمانيا اكو لغتين، لغه الشارع اللي هي الامغانغ شبراخه، ولغه الهوردويتش اللي احنا درسناها الفصحى اللي بالعراق. فهاي ما تشبه هاي. زين صح اكو شغلات متشابهه هاي، بس عندك اختلاف. يعني اكو مصطلحات انت ما تعرفها. زين يعني مثلا انا من كنت بالعراق، نجي على مثال، اعرف فلايشت هي ربما. زين جيت هنا يستخدمون وياه مقلجر فايزر، شنو هاي ما سامحها بحياتي. ف يحكي وياي هي كانت فاجئه، قلت شنو هذا، شنو مقلجر فايزر، شنو شنو هاي. فشباب هنا اللغه اول ما راح تجي ليش تشوف نفسك اذا انت تواصلك قليل ويا العالم، اذا انت ما جاي تفتهم على المقابلك انه انت اللغه مالتك مو زينه. لا، انت اللغه اللي درستها مو نفسها اللي جاي يحكوها هنا. زين اللفظ يختلف، هذا الديالكت مالته يختلف. زين هسه عندك ابو بايرن يحكي لهجه، ابو شتوتغارت يحكي لهجه، ابو برلين يحكي لهجه، ابو هامبورغ يحكي لهجه. كل مقاطع شلون هسه احنا عندنا بالعراق اللهجه الجنوبيه، اللهجه الغربيه، اللهجه البغداديه، ترى نفس الفكره. زين وهذا الشيء يعني اني هواي عالم لحد هسه انا اعرف اصدقائي يعانون من هذا الشيء. يقول لك مجتبى احنا نطلع نحكي نفتهم، العفو نحكي ويا العالم، بس هو من يحكي ويانا احنا ما نفتهم عليه. مع العلم هو هسه اذا تبطئ الصوت مالته تجي تكتب الكلام اللي حكاه راح تفتهم هو شيء يريد، بس من يحكي ما تفتهم عليه. زين وفوق كل هذا هو ما يحكي اللغه اللي انت تحكي اللي تعلمتها الهوردويتش، يحكي لك امغانغ شبارك، يحكي لك لغه شارع.
فهذا الشيء انا انصدمت فيه صراحه. شباب الشغله الثانيه اللي مو بس اني مسببت لي عقده نفسيه، لا اغلب العالم هنا بالمانيا وجزء حتى الالمان ما يحبون هاي السالفه. شباب سالفه البوستات، سالفه البوستات فشي مزعج ايش قد ما تتخيلون. يعني انا والله مرات من افتح الكاسه مالتي اقول يعني اذا ما عندي بوست احمد الله شكرا، من يجيني بوست اتكئب اضوج. يعني ما اعرف شباب شعور البوست ما حد راح يحس بيه لحد ما يعيشه. شعور مزعج لان اكثر شيء تجي شغلات تعال الاستماره تمليها، تعال عندك مواعيد، تعال سدد فاتورات، الله لا يقول مرات تجيك استغرافات اذا كان الظرف مالك اصفر. فهي هنا الفكره زين ومزعجه يعني شباب. انا بوقتها صارت عندي معامله بالضمان الصحي، صارت عندي شغله بسيطه شباب والله العظيم اذا اقول لكم الحدث يدزوا لي بوستات ما تصدقوني. البوستات انا مو صار لي 7 اشهر، البوستات هسه موجوده عندي مال واحد صار له 3 سنوات. زين تروح على واحد صار له 3 سنوات عنده بوستات مال واحد صار له 10 سنوات وهيك صعدته. يعني فالشغلات ما لها داعي. زين سالفه البوستات مزعجه. يعني انا اشوف الايميل افضل، يعني انا اليوم اذا عندي الشغله اخلصها عن طريق الايميل افضل من البوستات، لان البوستات شيء كلش مزعج. وارجع واقول ما حد راح يفتهم كلامي لحد ما يعيش التجربه مالتها. النقطه الثالثه شباب اللي هي رواتب الاوسبيلدونغ. يعني هواي ناس متصوره هذا الجاي الالماني ابو الاوسبيلدونغ اللي جاي 3 سنوات اقامه وكذا هذا يستلم شدات، بس هي بالحقيقه لا صدقني، وانا عن تجربه هاي تجربتي احكي لك اياها. جماعه الاوسبيلدونغ اللي مثلي يا دوب يخلصون الشهر مالتهم بدون دين، يا دوب. رواتب الاوسبيلدونغ شباب قليله. يعني انا ببغداد من كنت اشوف ال 900 يورو اقول الله ايش قد. من جيت هنا المانيا شباب هاي 900 يورو 600 700 من عندها رايحه على الايجار وعلى المصاريف الاكل والشرب مالتك وعلى الضرائب كلها. زين يعني انت زلمه اذا تقدر تلم لك 100 يورو بيها، لان انت هنا شباب ابو الاوسبيلدونغ ما راح يجي راح تعطي ضريبه، حتى لو راح تعطي نص الضريبه. زين يعني نصها يعطيها ابو العمل، بس انت بنفس اللحظه راح تعطي الضريبه. تكرم انت تدري ساعات الزباله الضريبه ايش قد زادت بالسنه؟ تكرمون شباب الزباله صارت بالسنه 140 يورو. زين هاي احنا جماعه الاوسبيلدونغ دا احكيكم ما دا احكي على غير شيء. جماعه الاوسبيلدونغ للشخص الواحد يطلب بالسنه 140 يورو. هاي نقطه. ثاني شيء شباب الاذاعه والراديو. انت عندك راديو ما عندك تلفزيون بالبيت ذني ما يهمه، ياخذ منك كل 3 اشهر 56 يورو اعتقد لو 58 يورو مال الاذاعه والتلفزيون، هذني عليهم ضريبه احسبهن. عندك الضمان الصحي 82 يورو تعطيه كل شهر او 86 اكو عالم يعطون والبقيه يعطيهن ابو العمل. عندك مال غنته هم نفس الشيء مال التقاعد 81 العفو لو 83 ما اعرف ايش قال بالضبط ما اتذكرها. زين عندك والله انه هواي اكو شغلات حتى ناسيها، اكو بعد شغلات هم انا مدى تحضرني هالسنه دات مشى مو ببالي. فعندك هنا الضريبه مشكله يعني انت كطالب اوسبيلدونغ مشكله عندك هذا الشيء. يعني ما جاي احبط ولا هذا، بس هذا احكي لك شيء انا عشته. زين يعني انت تفكر هذا راتب راح يجيك تخلص عن نفسك لو تخلص عن الضريبه. وانت اوسبيلدونغ ذولا رجعوا جماعتنا للامانه ما اقول لكم سووا شيء صحيح، بس هذول ما تحملوا هاي قابليتهم بعد بالحياه. زين وانا عاذرهم لان هنا صعبه مو اي واحد يقيج. مو الناس مفكرتها والله بس اريد اوصل وانا حجي هاي سوالف الاستورات بطلهن. كفيلك الله تجي هنا اول يوم تتخبل، بس يجيك اول بوست واول دفع واول روح تعال من الاستماره هذا عقلك ينضرب. الوقت هنا أنا ما تحس بيه ابد شباب ابد حرفيا. يعني من اقول لك الوقت طب انه طلع من هنا يعني ما اعرف شلون اوصل لك الفكره. حرفيا هنا الوقت يعني انا قبل شويه من تصورت شفت نفسي صار لي 7 اشهر شباب. 7 اشهر تدري شنو 7 اشهر؟ لك البارحه 7 اشهر. زين افكر 7 اشهر هوايه، بس اذا احسبها البارحه انا جيت هنا الوقت ما تحس بيه، اليوم يطب لنا يطلع منا. شباب النقطه الخامسه وهي الاخيره كلش مهمه وهواي ناس ما يعرفوها. يعني اللي بالعراق يجوز شكلكم 100% ما يعرفوها ما ماخذين فكره على هذا الشيء. هنا الاوسبيلدونغ انت لا تفكر من انت بالعراق راح تجي هنا اوسبيلدونغ راح مجرد تلبس الملابس مال العمل ويجي الشيف مالتك يعلمك تعال سوي هيك وسوي هيك. مستحيل. انت هنا راح تجي تشتغل شغل مال واحد عنده فول سايت.
تعرف شنو فول سايت؟ يعني تشتغل شغل مال واحد متخرج، تشتغل شغل مال واحد صار له قرن هنا بالمانيا عايش. زين، هاي الفكره اللي انت ماخذها مال والله يعلمني هو وعلى كيف يتعلم ما اعرف. حج هاي راح تدمرك. هنا الشغل متعب، متعب بشكل يعني شو اقول لك. يعني انا سعد القصابه شباب، عد القصابه عادل عماله بالعراق. والله العظيم اكو ناس راح تقول لي مجتبى انت تبالغ، وهاي انا حاعذركم. ليش راح اعذركم؟ لان انتم ما تعيشون التجربه اللي انا دا اعيشها. زين هسه انت قاعد جو تراب يمك، ما عندك هيك جو صراحه. كهرباء ما عندك، مي تعبان، تفاصيل هوايه مال معيشه ما عندك اياها. فقد انت من راح تشوفني راح تقول هذا متبطر. بالظل انا ما متبطر. انا الحكي دا يطلع مني انا قدام الكاميرا اللي دا يوصل لك هذا كله شيء انا دا اعيشه. زين الشغل هنا متعب، وانت كاوس بلدوق يعني دمار شامل الك. زين انا هذا الشيء ما كنت اعرفه. يعني راتب، يعني قلت لك انت خوش زلمه ذا تلم من الراتب. زين بس هذا شلون لازم شباب؟ لازم تدخل تقشف يعني شلون؟ باليوم وجبتين تاكل، اكلك كله بوتيتا على قولتهم كارتوفل حجي، وخلصوا فقريات حجي، فقرات ما الفقريات لا، فقرات هذا العصر. وجماعه يوس بلدونك راح تشوفون المقطع ما تقولوا كلامي غلط بالتعليقات، اتحداكم. يعني انا هسه ما طالع بج وهاي، بس صدقوني هاي تجربه انا عشتها وكل تفاصيلها دا احكيكم اياها. وقبل لا اختم المقطع، انت اليوم قبل لا تفكر بكل شيء، صدقني مو لعبه، صدقني مو مثل ما نفكر الحياه. تجي هنا ستوريات تعيش اللحظه على العالم وما اعرف شنو. شباب شوفونا انا وين، والله ذا اللي خلف يطلع لحم راسك، فكر بعقل. بس هاي ال3 سنوات راح تعيشها غير. شو اقول لك؟ عبالك محكوم بابو الغيب، والله العظيم ما راح تصدقني. حرجع اقول لك ما راح تصدقني، بس ان شاء الله يجي يوم وتجي تتذكرني تقول هذا ولد حكاها بعد جو يابا. شوف هسه تعال شوف الجرح تقول لي يا عمي شكو عليك. زين راح يجي يوم وتعيش الاجواء وتتذكرني تقول حكاها مجتبى عمي ذات متعب، يقول حكاها ولد ما اعرفه. فخطط صح، اشتغل صح، خلي السلبيات قبل الايجابيات، لان اذا خليت الايجابيات قبل السلبيات راح عينك تروح شنو؟ تروح بس على الايجابيات. السلبيات راح تروح هيك هباء منبوذه. زين بس اذا تخلي السلبيات اول شيء لا تصير مثل حجي. انا وقت امرت تطلع بس هيك تطلع اسوي هاي السوالف، شباب شوفوني باعوا. بعدين حجي. الحمد لله وشكرا شباب، ان شاء الله استفادتوا من الحكي هذا واخذتوا عبره من الشغلات والصدمات اللي انا عشتها، وتكونون من تجون لالمانيا انتم مستعدين. ارجع اقول لكم خلفيات بطلوها مال سانا اعيش وسارحل وساحقق الحلم وسانتصر وساصل، وهاي بطلها ضلعي بطلها. ما توكل خبز والله. تجي هنا اول شيء ترجع تصير مضحكه للعراقيين، يسووك ميز. لا تقول له راح اعيش، لا تقول له بدي المجتمع ما اعرف شنو، على اساس راح تجي هنا راح تعاشر العالم كلها. هاي الخلفيات بطلها ضلعي، احمل امك لا تضوجني. زين اشتغل صح، خطط صح، والله يوفق الجميع. وانا سنة هنا شباب راح اختم لكم المقطع، واتمنى كنت خفيف ظل عليكم. والله يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله استفادتوا من الحكي اللي حكيته، واشوفكم بخير واشوفكم مقطع ثاني. واتمنى عجبتكم الفكره انه انا اصور بالشارع واحكي تجاربي اللي عشتها بالمانيا. تحياتي لكم واشوفكم بخير. تشيس.